فيديو جديد، بس المرة دي مش قصة لاعب خد جايزة فردية ولا بطولة جماعية، فريق كسب دوري أبطال ولا دوري أبطال أفريقيا ولا أوروبا ولا حاجة. لسه دوري الأبطال النهائي بالليل إن شاء الله يوم السبت. الفيديو ده متصور يوم السبت الصبح، يوم خبر رحيل علي معلول عن الفريق رسميا. بيكتب بيان وداعي ليه النهارده الصبح. تصحى على الخبر ده ان هو بيتبلغ ان هو ده نهاية عقده ومش هيجدد له تاني. علي معلول بقاله أكتر من 9 سنين أو 9 سنين بالظبط في النادي الأهلي، من 2016 لما جه من نادي الصفاقسي التونسي. ما عملش مشكلة مع مدرب واحد ولا لعيب واحد، ولا عمره اتخانق على زيادة مرتب ولا شارك كابتنة، ولا ان هو قاعد احتياطي او ما بيشاركش او بيطلع بديل او بينزل بديل. انزل بديل حاضر، اقعد دكة حاضر، مش هتلعب الماتش الجاي حاضر، هتجدد بالفلوس الفلانية حاضر. رفض العديد من العروض وكذا مصادر كانت بتأكد ان هو كان جاله عروض من بيراميدز وعروض من الخليج قبل كده، بس رفض وفضل ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي. بيان بيقول فيه: جمهور الأهلي العظيم، تم تبليغي رسميا بانتهاء مشواري مع الأهلي. أيها الجمهور الوفي، طيلة هذه السنوات كنتم لي الوطن، حين ابتعدت المسافات والدفء، حين كثرت المباريات. صدقوني لم أكن وحدي يوما، كنتم ظهري حين انحنت الأيام، وقلبي حين عز الثبات. وهدفكم كان الأمل الذي لا يخيب، والمحبة التي لا تشترى. فإن كانت المسيرة لا تقاس بالسنوات، فإن ما بيننا لا يقاس إلا بالمحبة والوفاء. ومنذ أن وضعت قدمي في قلعة الأهلي صيف 2016 أدركت أني لم أوقع عقدا مع نادي، بل دخلت في عهد مع أمة كاملة اسمها الأهلي. 9 سنوات مرت كأنها طرفة عين، من الصعب وضعها في كلمات، لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة حياة: الفرح، الدموع، الصعود، السجود بعد الأهداف، والانتماء الذي لا يشترى. لم أكن يوما لاعب محترفا فقط، عاشقا يرتدي القميص الأحمر كما يرتدي القلب. عشت كل دقيقة في التتش بروح طفل من نشأتي في المدرجات الثالثة، وتعلم معنى أهلاوي قبل أن أتعلم المشي. واليوم أن أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع ناديا فقط، بل أودع جزءا من روحي. يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله. أنتم كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة، والسند في كل مباراة كنتم فيها المجد. ولم أكن وحدي حين سجلت أهدافي وارتفعت كراتي الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي. تشاركونني المجد وتغفرون للتعثر وتمنحونني حبا لا يرد. سجلت 53 هدفا وصنعت 85 للزملاء، ورفعت 22 بطولة لم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم. كنتم شهيرا وصناعا في واحد من أعظم فترات الأهلي، وبقى اسم علي معلول ضمن سطور المجد لا لشيء سوى، لأني كنت منكم ولكم بينكم. اليوم أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم وصوتكم سيظل في أذن الله. أبلغ حين أقول أني وجدت في الأهلي بيتا أكبر من كل البيوت، ووطنا ثانيا صدق الانتماء له كأنه الأول. إلى أهلي وزوجته وأبنائي، إلى زملائي وأصدقائي الإدارة والعاملين في النادي، إلى كل من عملت معهم، شكرا لكم لأنتم العائلة. أما الجمهور فأقول له أن الأوان أن يهادر جسدي، لكن أطلق قلبي ويظل فيه التتش. وأمنح دعائي لكل من يرتدي القميص من بعد أن يحمله، كما حلمنا دائما نحو القمة. شكرا علي معلول، شكرا على كل حاجة، شكرا لسنوات اللي انت قضيتها معانا، شكرا، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. يعني اسطوره مش هتيجي زيها من بعد كابتن محمد ابو تريكه. ما فيش حد دخل قلوب جماهير النادي الاهلي زي كابتن علي معلول كده بصراحه. كان نفسنا تختم مسيرتك في النادي الاهلي وتبقى يعني ختامه مسك زي ما بيقولوا، بس مش مكتوب لك ان انت تفضل موجود معانا لحد اخر. يعني نتمنى لك التوفيق، وشكرا على كل حاجه كانت قدمتها لنا. عملت كتير قوي بصراحه، ما شفناش لاعب بنفس اخلاقياتك. قليل اول لما تلاقي لاعب زي ده دلوقتي بيفضل ان هو يفضل في النادي عن ما يروح نادي تاني بفلوس اكتر. شفنا ناس بتمشي وناس بتيجي وناس ما بتكملش كام موسم في الاهلي وما بنحبهمش كده. علي معلول، شكرا شكرا شكرا، بنحبك كابتن علي معلول والله العظيم. نتمنى لك التوفيق يعني بصراحه. شكرا على كل حاجه، شكرا. كل حاجه بتبدا من حاجه حلوه، بتبدا من اولك انت. مثلا
القاضية من تماس معلول، والوداد رفعت عم منعم ليه، رفعت الكورنر لمحمد عم منعم. ماتشات الدوري ماتش الاتحاد السكندري لما جاب الجون، اللي كان الدوري اللي احنا كنا تقريبا بننافس على الهبوط فيه في اوله لحد اخر نفس، لما كنا بنلعب الاتحاد السكندري وكان الزمالك وبيراميدز هما اللي متصدرين الدوري 2019 تقريبا. 2019 تقريبا، هو مع كابتن حسام البدري، ما كان لسه معاهم لعيبه رمضان صبحي، حسام عاشور، وصلاح لعيبه تانية، صلاح محسن وكده. شكرا على كابتن علي معلول، شكرا 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 والله. مش هنقدر نوفيك حقك زي ما انت وفيتنا حقنا، وظليت لاخر نفس تأدي بكل روح وبكل قتاليه للنادي. شكرا بجد، شكرا. نتمنى ان يعملوا حفل تكريم تليق بكابتن علي معلول ان شاء الله. بس سلام.